أول امبارح نزلت فيديو على التيك توك والانستجرام. كان عندي ايفنت أنا من أسبوع، فكان لبسي فيها عاجبني قوي، فكنت حابة بس أنزل توتوريال عليه. ونزلته عادي. أنا ما كنتش مهتمة يجيت فايرل أو لأ. أنا كنت بس عايزة الحاجة دي تبقى على صفحتي. المهم للأسف الفيديو بقى فايرل على التيك توك والانستجرام. وطبعا في ناس اتريقت، طبعا في ناس قالت كومنتات سلبية، الانتقادات، دخلوا الدين في الدنيا في العلم في كل حاجة، دخلوا كل حاجة في كل حاجة، والعادات والتقاليد دخلوا كل حاجة. ودي حاجة أنا مش معترض عليها، عشان الناس كده. الناس انت لو عملت أي حاجة هيفضلوا ينتقدوك. الناس عايزة تشوفك زيهم، واحد من القطيع، عشان الناس ما بتحبش تشوف حد مختلف عنها. الناس ما بتحبش تشوف حد بيعمل حاجة هم مش عارفين يعملوها أو يوصلوا لها. فيعملوا ايه؟ هيحاولوا ينزلوك معاهم، مش هيرضوا عنك حتى لو انت بقيت وسطهم. المهم، في بنوتة خدت الفيديو بتاعي على الفيسبوك. انا ما بحبش مجتمع الفيسبوك، ولا احب اتشاف فيه، ولا احب اتعرف فيه. طبعا هي حطته بغرض الريتش، وكان المحتوى ان هي بتتريق. هي خدته من عندي، حطيته عندها بس، وكاتبه كومنت سخيف. والكومنتات كلها بقى ايه؟ شتايم وذنوب، بقى ذنوب جايه عليها يعني. انا ماليش دعوه. المهم ان انا مبحبش مجتمع الفيسبوك، فاتوترت، قعدت اعيط، جاتلي بانيك اتاك. مكنتش عارفه انام. دخلت من عند ماما، بلجتها. مش عارفه ادخل من عند بابا، وكنت خايفه ولسه خايفه لحد دلوقتي حد من اهلي يشوف الفيديو، عشان انا ما عنديش مشكله يشوفوه من عندي، لكن يشوفوه من عند حد بيتريق عليا. ليه حد يعمل كده؟ انا بحط لكم اللينك، هبقى احط لكم اللينك في الديسكريبشن عشان تعملوا له ريبورت، تعملوا له اي حاجه. انت خليتيني مش عارفه انام، انت خليتيني قاعده بعيط وانا بصلي وانا نايمه قاعده متوتره. انا حسيت امبارح ان انا هيغمى عليا من كتر التوتر. ف حسيت اللي هو ما بقيتش عارفه امسك نفسي. انا كنت ماسكه في نفسي طول الوقت دون على التيك توك والانستجرام، عشان انا مش هرد على حد. انا لو رديت على حد انا كده هديله اللي هو عايزه. هو عايز ارد عليه، هو عايزني افضل اكلمه، هو عايز يتشاف. ف لو حد انتقدك، لو حد قالك كلمة وحشة، لو أيا كان، هو عايز إن أنت ترد عليه، هو عايز إنك تتخانق معاه، هو عايز ينزلك عنده. عشان كده بيقولك أنت ليه لما بتتخانق أو بتعلي صوتك في خناقة أنت الخسران؟ عشان أنت نزلت نفسك لمستواه، وعملت عقلك بعقله واتخانقت معاه. لكن أنت هتستفزه لو سكت، لو ما اديتوش اهتمام، لو عملت نفسك مش شايفه، لو حسسته ان هو ولا حاجة، عشان هو فعلا ولا حاجة. انا بفكر في الموضوع ده، اللي هو انا لما حد بينتقدني او حد بينتقد شكلي او كده، اول حاجه انا شخص ناجح. انا عندي كارهين، انا عندي منتقدين، انا عندي ناس تتكلم عليا. انا شخص ناجح. انا في الاخر باخد حسنات منهم وهم بياخدوا سيئات، على ايا كان وجع الدماغ اللي هم بيسببوا لي، او الوجع النفسي اللي انا باخده منهم. آم، فانا في الاخر انا مش بتاثر بالكومنتات. المهم انت ازاي تبني مناعة ان حد ينتقدك؟ ازاي تبني مناعة الانتقاد؟ ازاي تبني مناعة ان لما حد ينتقدك انت ما تتأثرش ولا تتهزلك شعر؟ والا خلاني اهدى شوية، ان كده كده حتى لو اهلي كلهم شافوا الفيديو، ان حد بيكرهني ايا كان، اول حاجة الوقت هيعدي، هتعدي فترة وهتعدي شك الدبوس. تاني حاجة، انا ما عملتش حاجة غلط في الفيديو. حتى لو حد فضل يطلع كام حاجة غلط، اوكي ماشي. مش معنى ان انا غلطي غير غلطك ان انا مش ماشية في طريق ربنا. انا عايزاك لما حد يجي ينتقدك، اولا تبقى عندك معلومات عن نفسك كافية انك تخليك واقف ثابت قدام الشخص ده، وما تتهزش، ما تعيطش، ما تصوتش، ما تزعقش. عشان كده انا بقول لكم دايما تكتبوا، اعرفوا نفسكم. الكومنتات مش هتأثر فيا. ليه؟ عشان انا عارفة نفسي، انا عارفة شخصيتي، انا عارفة ان انا قوية، انا عارفة ان انا مختلفة وهما مش بيحبوا الاختلاف. انا عارفة كده كويس قوي. فانت كمان لازم تعرف نفسك، لازم تعرف قبل ما حد يقولك كلمة عليك، لازم تبقى عارف كل حاجة عن نفسك، عشان لو في كلمة جت من بره هي مش في قاموسك، ما تدخلهاش قاموسك وما تصدقهاش غير لو هي صح. فعشان كده انت لازم تعرف نفسك، انت لازم تكتب كتير قوي، لازم تعرف نفسك قوي، لازم تصاحب نفسك زي صاحبك بالظبط. اللي هو لو في شخص داخل حياتك جديد، مش انت هتفضل معاه فترة تتكلموا كتير عشان تعرفه؟
تخرجوا كتير عشان تشوف هو بيتعامل مع الناس ازاي او بيتعامل معاك ازاي في المواقف. ايا كان انت لازم تعمل كده مع نفسك، لازم تكتب كتير، لازم تجمع اكبر حجم داتا عن نفسك، عشان الداتا دي محدش يقدر يهز شعره فيها لو في حد داتا من بره جت تدخلها. يعني ايه؟ يعني انت لو الداتا بتاعتك صفر وفي واحد، يعني الداتا equal 1 داخله عليك، الداتا دي هتكسرك، هتدمرك، هتدشملك كده عشان انت ما تعرفش حاجه عن نفسك. فمنطقي جدا اي كلمه هتيجي من بره تنتقدك بالحلو او بالوحش هتأثر فيك بشكل او باخر. فلازم انت تبني السور بتاعك، لازم تبني سور كبير قوي كله معلومات. كل معلومة بتعرفها عن نفسك عاملة زي الطوبة، طوبة ورا طوبة هتبني سور كبير. لما تيجي معلومة من بره، طوبة واحدة تيجي من بره تكسر الحيطة اللي انت عملتها دي، مش هتعرف ولا هتهزها. هل طوبة تقدر تهز حيطة؟ لا. لكن طوبة تقدر تهز طوبتين، تقدر تهز تلاتة، لكن حيطة ما تقدرش تهزها. فانت لازم تجمع اكبر معلومات عن نفسك من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع. مش تشوف ده انا فلان شايف عني كذا كذا يلا بقى نكتب. لا، لا. كلم نفسك، اعرف نفسك في المراية، في الجورنالينج. اكتب كل يوم، اكتب كل حاجة، اكتب اي حاجة، اكتب نقط ضعفك، اكتب نقط قوتك، عشان لما حد يجي من بره تبقى انت عارف نقطة ضعفك فين، وتبقى انت اوريدي مقويها ومدعمها وحاطط لها بودي جاردز. مش لما تبقى هي كده نقطة ضعفك هي واقفة لوحدها وحد يجي من بره اكيد هيبوظها، وهتكبر هتكبر هتكبر. نقطة الضعف هتفضل تتضاعف على الحاجات الحلوة اللي عندك، على الحاجات المعلومات الحلوة اللي فيك. فعشان كده انت لازم تعرف نفسك، لازم تبني حيطة كبيرة جدا، زي ثقة في النفس، زي سور سور كده داعم ليك، البودي جارد بتاعك لأي حاجة هتيجي من بره. ده أول حاجة انت لازم تعرفها، تعرف نفسك، عشان الانتقادات اللي جاية من بره كده كده هتيجي. انت حياتك ان شاء الله، انت لسه في اول خطوة من رحلتك، انت هتلاقي ناس تنتقدك كتير. عشان كده احنا السور بتاعنا بيبقى ضعيف واحنا صغيرين. لما عشان كده بنتأثر بالكلام اللي بيجيلنا واحنا صغيرين، وهتلاقي ان الكلام ده احنا لسه فاكرينه لحد دلوقتي، عشان احنا واحنا اطفال احنا مش عارفين نبني السور ده، عشان اهلنا معلموناش نكتب. عشان كده انت لو خدت بالك في الافلام، الاطفال دايما بيبقى معاها حاجه تكتب فيها يسموها دير دايري. بيعلموا الاطفال من هم صغيرين يكتبوا كل يوم. ليه؟ عشان يعرفوا نفسهم، عشان لما يجي حد يتنمر على الاطفال دي وهي صغيره ما تتاثرش بالتنمر ده، والتنمر ده ما يفضلش ماسك معاها طول حياتها، فيبقى عندها الصور ده من وهي صغيره. مشكلتنا الوحيدة ان احنا ما عندناش في ثقافتنا السور دون، ولا حد يعرف حاجة عن السور ده. فاحنا لازم نبنيه دلوقتي، ولازم نبنيه ونحاول نشوف نقط الضعف اللي كانت عندنا من واحنا صغيرين ونبنيها ونقويها ونحط لها بودي جاردز لحد ما نعالجها للآخر. ف اوريدي لما تقعد تكتب، والله العظيم شهر، لو انت انتظمت بس على الكتابة شهر، انت كده عندك معلومات كافية جدا عن نفسك تقدر تواجه بيها العالم، تقدر تمنعك من الرهاب الاجتماعي، تقدر تمنعك من الخوف من من الكلام قدام الجمهور. بجد انا من ساعه ما عرفت نفسي وانا عارفه اتكلم على اليوتيوب. انا قبليها ما كنتش عارفه اعمل فيديو، ما كنتش عارفه اتكلم قدام الكاميرا، ما كنتش عندي ثقه في نفسي. فاعرف نفسك، اول حاجه اعرف نفسك عشان تبقى عندك شخصيه قويه تقدر تتكلم لنفسها، تقدر تدافع عن نفسها، وتقدر تتحكم حلو قوي، تقدر تتحكم كويس قوي في ردات فعلها. ليه؟ عشان اولا الشخص اللي بينتقدك بيبقى عايزك ترد عليه، بيبقى عايزك تبقى خد وهات كده، كل شويه قاعدين في السباق دون، خد وهات خد وهات، عشان يقللك. ليه؟ فانت لما ما تردش عليه هتلاقيه بيعمل ايه؟ هتلاقيه داخل لك في كل الكومنتات، كل البوستات، كل حته، حتى في البرايفت يقول لك شوفني شوفني انا بنتقدك، شوفني شوفني. صح؟ بس عشان مستني منك رد، بس عشان مستني انك تنزل لمستواه وترد عليه اساءة باساءة. فدي اول حاجة ما تعملهاش لما يجيلك انتقاد من بره. ان كان في وشك ما تتعصبش، اهدى، وعايزاك تستفز اللي قدامك بذكاء. مش بيقولك kill them with kindness، اللي هو اقتلهم بالطيبة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لما حد بيقول لي كومنت وحش، لو انا عايزة ارد عليه
لو فكرت ان انا ارد عليه الاحسن ان انا ما اردش، اقصف جبهته وامسح بكرامة الارض بطريقة ما تأثرش فيا ولا في نظرتي لنفسي في المية حاجة. لو حد كتب لك كومنت وحش، ان شاء الله ربنا يهديك مثلا، انا ممكن اديك رقم سيرفيس كويس قوي على فكرة. الحاجات دي اللي هو تقتلهم في صمت، تقتلهم وانت ما يتهزش منك حاجة. انت لو حابب ترد رد وانت هادي، وانت واثق من نفسك. لو اللي قدامك قاعد بلا بلا بلا، لو وش الوش وقاعد بيشتمك، قاعد بيهاجمك، مستني ان انت تتخانق معاه، قول له ربنا يهديك، قول له ربنا يشفيك، قول له حاجة فيها دعوة، حاجة فيها حاجة حلوة، زي ما تكون بتساعده بس انت بترد عليه. ده أول حاجة، تبني سور. تاني حاجة، لو انت عايز ترد، أول حاجة ما تتعصبش، فكر 100 مرة قبل ما تتكلم، رد بكل هدوء وبكل برود. أكتر رد بارد ما يقللش منك حاجة، يبين انك شخص محترم. اللي هو شكرا، مثلا لو حد قالك كلمة وحشة، قول له شكرا، هحاول افكر في معلومتك مثلا عشان تبين ان انت شخص محترم كده. تالت حاجة، أنا عايزة أعرفك إن أنت لو عندك كارهين أنت شخص ناجح، أنت شخص ناجح قوي، هما مش عارفين يوصلوا لك. أقسم بالله أنت شخص ناجح، أنت شخص ناجح، أنت وصلت. أنت لو عندك حد بينتقدك، حد بيكرهك، حد بيعلق على أي حاجة من بلا هدف أنت بتعملها، أنت ناجح. هو غيران منك، وعلى فكرة هو بيأدماير هو اللي أنت بتعمله، بس هو مش عارف يعترف ده فهو بيهاجمك. دي حاجة في علم النفس كده، الناس اللي بتبقى عاجبها قوي 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 اللي انت بتعمله فمش عارفة تعمل زيه فهتهاجمك. ده مرض، دي ناس مريضة، واحنا معظم مجتمعنا للأسف مريض. فانا عايزاك تبقى تبني شخصية قوية قدام المجتمع المريض ده، عشان انت هتقابل كتير قوي، هتقابل كتير قوي قوي. تالت حاجة، رابع حاجة، انا عايزاك تفتكر ان اي كلمة حلوة او وحشة بتعبر عن اللي قدامك مش عنك. يعني اللي بيتكلم او اللي بيقولك كلمة وحشة او حلوة، اللي بيزعق، هو بيطلع منين؟ من القاموس بتاعه. يعني القاموس بتاعه دون فيه كلمات، شوية كلمات، هو بينقي كلمة منهم ويقولها لك. لو هو كان عنده كلمة حلوة في القاموس ده كان هيقولها لك، لكن هو ما عندوش كلمة حلوة عشان يطلعها، فهو مش هيطلع غير الوحش. فأنا عايزك تعرف إن أي كلمة حد بيقولها ليك عنك، اعرف إن هي عنه مش عنك. الكلام اللي هو بيقوله دون هو خلاصة تجميعته، الداتا بتاعته من المجتمع، من عيلته، من نفسه في المراية، من كل اللي هو عدى بيه في حياته، مجمعه في قاموس وبيطلع لك منه تجربته في الحياة، مش تجربتك. فأنا عشان كده عايزاك دايما ما تتأثرش بأي كلمة تيجي من بره، عشان هي مش عنك، حلوة أو وحشة مش عنك، هي عنه. هتلاقي ناس أصلا حلوة قوي، هتلاقي ناس بتجاملك على أقل حاجة، الله أنت جميلة قوي، الله مش عارفة ايه، على أقل حاجة، على أقل حاجة بتجاملك. دي ناس كلها حب، دي ناس كل اللي في قاموسها عن الدنيا وعن كل حاجة حب، ناس مملية حب، فمش هتطلع غير الحب. لو انت شخص حلو مش هتطلع غير الحلو اللي جواك، لو انت شخص وحش مش هتطلع غير اللي انت تعرفه عن الدنيا وعن معلوماتك في الدين في الدنيا وفي العالم، اللي هو الوحش. فعشان كده عايزاك تبني، تفكر في الأول انت عملت الحاجة دي من الأول ليه. يعني أنا لما نزلت الفيديو ده وانا على التيك توك والانستجرام، هل أنا كنت منتظرة إن حد يبارك لي يعني انت شكلك حلو؟ لا، انا نزلته عشاني، عشان افضل فاكره اللبس ده، عشان لو حصل له حاجه اهوت موجود على الصفحه بتاعتي وشكله عاجبني. انا بقى عملت حاجه غلط، دي حاجه بيني وبين ربنا، انت مالكش دعوه بيها. انت مش ربنا على الارض، ما ينفعش تحاسب اي بشري على الارض، ما ينفعش. انت مش ربنا على الارض، اللي بيحاسب ربنا اللي في السماء. فاي كلمه هتتقلي وحشه في الكومنتات دي حاجه ما بينهم وما بين ربنا. هم اللي بياخدوا سيئات. يعني انا عندي بتاع 5000 كومنت و6000 هنا وهنا، كلهم ذنوب، كلهم ذنوب وحسنات ليا. فحتى لو انا كنت غلطانه، ربنا يعني هقول لك حاجه، لو انت فعلا غلطان في الفيديو اللي انت عملته ده او في البوست اللي انت نزلته وانت استغفرت او ايا كان، هل لما حد يقول لك اللي انت عملته ده وانا غلط في الكومنتات ويفضل يشتم، هل ربنا يديك سيئات عشان هو شايف اللي انت بتعمله ده غلط، ولا يديه هو سيئات عشان هو غلط؟ هو انا هاخد سيئة واحدة عشان انا غلطت حاجة واحدة. لكن
ما فيش حاجة اسمها سيئات جارية يعني. أنا مش عارفة مين قال كده، أو ليه هي متوثقة إن في حاجة اسمها زي كده. بس في جملة بتقول لك، حديث بيقول لك الحسنة تعم والسيئة تذم. يعني ربنا أرحم من إن هو يفضل يعد لك السيئات اللي أنت عملتها، أو اللي أنت نشرتها. يعني إيه؟ يعني لو أنت عملت حسنة والحد دوًا مثلًا عمل لي share، يا جدعان ده قال حاجة حلوة يالّا ناخد حسنات كلنا، أنت هتاخد حسنات من الناس دي كلها. لكن أنت لو عملت سيئة والناس فضلت تبعتها ومش عارفة إيه، السيئة تذم. السيئة دي سيئة واحدة بس. يعني حتى الحسنة ب10 أمثالها، لكن السيئة ما فيش غير مثل واحد ليها. فأيًا كان لو أنا غلطت، فدي حاجة ما بيني وربنا. ومش معنى إن أنا غلطي غير غلطك إن أنا مش ماشية في طريق ربنا. كلنا بنغلط بس بطرق مختلفة. كلنا ناس خطائين، بس خطائين في حاجات مختلفة. إن كان بقى إن أنا بابين رقبتي، والناس كتير أوي بتكلمني في الموضوع ده. أنا مش باخد سيئات الناس اللي بتشوف رقبتي، لأ. أنا شايفة إن ربنا أحسن من كده، وأرحم من كده. وده رأيي عن ربنا، وأظن إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. فأنا شايفة إن ربنا أرحم من كده. وحتى لو أنا غلط فدي برضه حاجة ترجع لي، وده حاجة ما بيني وما بين ربنا. وأنت ما بتبقاش عارف أنا باعمل إيه ما بيني وما بين ربنا، أو إيه الحسنات اللي جاية ما بيني وما بين ربنا. فعشان كده أنا عايزة أفكرك، أنت مش معنى إن غلطك غير غلطي إنك مش ماشي في طريق ربنا. فكمل. كمل في أيًا كان اللي أنت فيه، ما تخلّيش الانتقادات توقّعك. وابني سور يحميك من أي كلمة تيجي من برّه، واعرف نفسك كويس أوي، وقوّي علاقتك بربنا، عشان هي فترة وهتعدّي أيًا كانت هي إيه، والناس هتنسى كده، كده. وباي باي.